تعال نحلل ليه السيتي دفع 65 مليون جنيه استرليني علشان مرموش، وليه هو مهم لبيب جوارديولا. مرموش لاعب مقاوم لضغط الخصم، زي ما انت شايف هنا بيقدر يحافظ على الكرة تحت الضغط باستخدام الدوران والتسارع الرهيب بتاعه. بعدين في الموقف ده معظم اللعيبة هتحاول تلعب لقدام بسرعة، بس هو مدرك انه يقدر يعمل مشاكل اكتر لدفاع الخصم لو دخل لجوه وواجه خط دفاع المنافس. وزي ما انت شايف دلوقتي كل لعيبة المنافس مركزة مع مرموش، وده اللي بيخلق مساحة لكل زمايله، وده يساعد السيتي انه يبقى هجومه غير متوقع. بسبب طريقة لعب جوارديولا مرموش لازم يبقى فعال في المساحات الضيقة. شوف تمركزه الجيد وقدرته على عمل الاسكان، وبيقدر يجذب دفاع الخصم ليه بره تمركزه ويفضي مساحة في خط الدفاع، وبعد التمرير بينطلق في الوقت والمكان المناسب. ومش بس كده، ده عنده من الهدوء قدام المرمى اللي يخليه قادر يفنش بالطريقة المناسبة. مرموش لاعب بيقدر يلعب حتى كمهاجم رقم 9، زي ما انت شايف هنا بيستقبل بدوران وتسارع رهيب تحت الضغط، وبعدين بيرفع عينه ويشوف المهاجم التاني وبيحط له تمريرة رائعة، والتمريرات دي في المستقبل هتبقى من نصيب إيرلينج هالاند. قول لي رأيك في الكومنتات، هل مرموش هيبقى مؤثر في منظومة السيتي وتتوقع له إيه؟